يا الله، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بصحة وسلامة وخير. اخوان، كل عام وانتم بألف خير بمناسبة مولد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، والصحة والسلامة والعافية لكل المتابعين اللي يتابعوني واللي مشتركين بقناتي واللي ما مشتركين بقناتي همين. ويا رب الرزق والعافية والإيمان، وإن شاء الله العودة السنة تجي ولا فاقدين ولا مفقودين إن شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى. اخواني، اليوم حلقتنا كلش حلوه بخصوص الخل الطبيعي، خل التفاح الطبيعي طبعا، واستخدامات خل التفاح الطبيعي. واني اكثر من مره نزلت فيديوهات عن استخدامات الخل، خصوصا خل التفاح الطبيعي. اخوان، مثل ما تشوفون هنا عندي نوعيتين انا مال الخل الطبيعي، خل الاحمر والخل الاصفر. الخل الاحمر اللي هو خل التفاح الاحمر، طبعا هو نبات يطلع احمر، نبات يطلع جوز، ماء اللون الجوزي تقريبا. وهذا الخل الاصفر، خل التفاح الاصفر. بس هذا خل التفاح الاصفر اخوان تشوفوه، لين خليته هنا بالكوب لونه يختلف عن لون البطل. شوفوا البطل لين تضرب عليه الضوء، يعني الاضاءه هنا شوي قليله. هذا اخوان الخل يستخدم لعلاج حالات مرضيه هواي. انا سبق وان انطيته، خصوصا خل التفاح الطبيعي. وخل التمر ذاك على صفحه بعدين نسولف عليه، مو اشكال، نسوي حلقه. بالنسبه لخل التفاح الطبيعي اخوان، يعالج جرثومه المعده، جرثومه الامعاء، الحصل بالكلى، المشاكل التنفسيه. طبعا اخوان، اني سبق وان نزلت فيديو قلت يعالج المشاكل التنفسيه. اكو جماعه قالوا ابو عبد الله شلون تحكي هذا الحكي؟ يعني هو الخل كلش قوي وحامض، يأذي المجاري التنفسيه، الرئتين، المعده، الكذا. اخوان، ذاك الخل المركز اللي ينباع بالاسواق مو مثل هذا الخل اللي احنا جاي نسويه. هذا خل التفاح الطبيعي، هذا ما يعني مجرد تفاح ونضيف عليه مكونات، يعني سر المهنه، يبقى 40 يوم او 41 يوم 45 يوم، مو اشكال، اهم شيء يعبر ال 40 فيصير خل طبيعي عندنا. هذا الخل الطبيعي اخوان به فائده عظيمه للجسم، بالعكس يعني مو مثل ما يعني تسمعونه وتشوفون هاي الفيديوهات انتم امشوا ورا الشيء اللي يفيدكم يعني، وخصوصا عن تجربه. هو مثل يقول لك اسال مجرب ولا تسال حكيم. انا سبق وانطيت الناس جربوه والله العظيم، وحتى نشرت تعليقاتهم على الانستغرام وعلى التيك توك وعلى الفيسبوك. عندي صفحه اسمها سيد حسين للخل الطبيعي، اذا تشتركون بيها على الفيسبوك، يعني حتى نشرت تعليقاتهم. هذا خل طبيعي اخوان، ما له كل ضرر على الجسم، ما بالعكس اصلا ينظف الجسم. يعني انا شوفوا، انا من الساعه شربت من عنده الصبح تقريبا بعد الفطور، بعد الريوق، اخذت شويه، يعني اخذت من هذا الاحمر ومن هذا الاصفر شربت. هسه هم راح اشرب قدامكم حتى اثبت لكم بانه ماي ما ياثر، يعني ما بذاك التاثير. ليش؟ لان الخل طبيعي اخوان، اي شيء طبيعي من الله سبحانه وتعالى يكون به عافيه، يكون به علاج، يكون به يعني فائده للجسم. نجي هنا لطريقه الاستخدام. اكو ناس انا اعطيتهم اياه اخوان يشربوه هيك، يعني يخلوه بالكوب ويشربوا، بس ما يخلون هالكميه هاي، لا يعني يخلون تقريبا ربع كوب، نص كوب، حسب انت ايش قد تستحمل طاقتك. اخوان، اكو بيهم يعني حالته المرضيه شديده ما يستحمل يشرب هواي خل، ياخذ له شويه، يعني خاشوقتين اكل او ثلاثه مثلا 3 مرات باليوم. اكو بيهم لا والله يشرب له نص كوب يعني باليوم، او ربع كوب، يعني حسب انت من يجيك الخل، من تشتري الخل او يجيك الخل او يصير عندك الخل، انت حاول ان تجربه على نفسك. شنو اللي يفيدك؟ مرتين باليوم، 3 مرات باليوم. انت تخلي له ماي، خلي وياه ماي، مو اشكال، يعني عادي، مو مشكله. زين. اكو شغله ثالثه بعد اخوان، انا سويت بيه، اذا تشوفون مخلل، ولو شوي الاضاءه مو هالقد، يعني شوي اليوم الجو مغيم عندنا. سويت بيه مخلل الخضروات. هاي عندنا القرنابيط واللهانه والجزر والشلغام، حتى ليمون اخوان. اذا تشوفون ليمون، يعني اذا تشوفون الليمونه بعد هي نفس اللون مالها ما تغير. شوفوا اخوان، هذا خليت استخدمت الخل الاصفر، هذا خل التفاح الاصفر، سويت بيه الطرشي. اخوان، بالنسبه للقرمشي يعني لو تشوفون انتم حتى تشوفوه، يعني بعده قوي، يعني الطرش قوي، يعني حتى ينكسر بالايد. شوفوا ينكسر، يعني كلش يحافظ على المواد اللي عندكم. يعني شو تخلون مواد انتم مثلا قرنابيط، لهانه، طرشي، ويطول. هذا الخل الطبيعي يطول، ما يخرب الطرشي بيه، يظل شهرين 3 اشهر، خاصه اذا الجو بارد. واذا جانا الصيف تحاولون تحتفظون به بالثلاجه، يعني ما ياثر عليه. يعني الخل يعني مو مثل هذا الخل هسه بالسوق، اذا تشوفوه من تخلوه ورا اسبوع او اقل يقوم يقطن، يطلع به عفن، يطلع به شغلات. هذا لا، بالعكس، ويحافظ لكم على الالوان. اذا تشوفون هسه هذا عندنا هنا عندنا الشلغم، شوفوا اللون ماله نفسه، بعده الجزر اللون نفسه، القرنابيط، الليمون،
احنا مجرد طبعا شلون طريقة الاستعمال، نخلي بس خل وملح اخوان، تخلون يعني احنا نقول هنا بالعراق نسميه نشبسه، احنا نشبسه بس بخل، ما نستخدم المي. انا هسه سويت هذا الطرشي، ملح خشن وخل تفاح فقط. خليت الخضروات، خليت فوقهن ملح الخشن، وخليت خل التفاح فوقهن، وهاي النتيجة طلعت قدامكم. طرشي مقرمش، يطول يعني تقريبا. انا هسه سويته بنص شهر الثاني، احنا هسه بيا شهر يعني طبينا الثالث تقريبا يوم 7 أو 8 بالشهر، وحتى يبقى الشهر رمضان الكريم ان شاء الله، اذا الله خلانا طيبين هم راح اطلع لكم من عنده. انا سويت الحلقه ذيك اللي راح سويت برميل اذا تذكرون اخوان. بالنسبه لخل التفاح الطبيعي هذا قدامكم، شوفوا القلاص هسه انا حشرب من عندي حتى اشوفكم شلون التاثير ماله. اذا تشوفون اني يعني اخذت لي تقريبا يطلع به خاشوقتين اكل او اكثر شربت من عنده. هذا التفاح الاصفر اخوان، ما بي يعني حتى الحموضه مالته يعني كانما احنا شلون هنا بالعراق نسميه حامض حلو، يعني كانما حامض حلو، يعني الطعم ماله كلش طيب. هذا بالنسبه للاصفر، وهذا الاحمر هم راح نشرب من عنده. شوفوا هذا شربنا من عنده اخوان. تبقى يمكم طريقه الاستخدام، يمكم مرتين باليوم، 3 مرات، تخلوا لمي، تخفونه، تعوفونه، كل من وطريقه الاستخدام مالته يا اخوان. وبالنسبه للخل موجود، وعندي توصيل لكافه محافظات العراق، اللي يريد خال موجود. رقم راح اخليكم اياه بالقناه بصندوق الوصف، خليكم رقمي بواتساب، اللي يريد يراسلنا على الواتساب اللي يحجز خل التفاح. طرشي طبعا ما عندي، انا ما ابيع طرشي اخوان، لان الطرشي يحتاج لكميات مال خضروات وش اسمه، وما عندي انا امكانيه اجيب. بس انا عندي. وملاحظه ثانيه، الخل التفاح الطبيعي اخوان عندي كميات قليله، يعني كميات قليله، يعني ما شلون اقول لك، يعني اللي يجي قبل يحصل، يعني اذا على الحجز او فد شيء، لان ما اسوي كميات هواي. تدرون تفاح عندنا غالي شوي هنا بالعراق، الكيلو ماله ب1000 تقريبا، حتى اذا تاخذه بالجمله تاخذه ب600. وان شاء الله ظل عندكم العافيه والصحه، ويا رب ينعاد علينا شهر شعبان بالخير والفرح والرحمه وغفران الذنوب. واشوفكم على خير، اخوكم سيد حسين.